Hi guys, this is Arija Ahmed, an English instructor at Concept. النهارده هنعرف 10 جمل جديدة نقدر نستخدمها في مواقف حياتية بس مختلفة وبالإنجلش. سلسلة فيديوهات المواقف الحياتية هدفها إننا في Concept هنا بعد 3 شهور نقدر نعرف أو نتعلم 1000 جملة جديدة بالإنجلش. جاهزين؟ Let's start. لما تكون عايز تقول لحد يبعد عن طريقك تقولها إزاي؟ Move out the way. Move out of the way. يا ترى ممكن تقول ايه لو حاسس انك اتظلمت ومش واخد حقك؟ It's not fair. It's not fair. لو مديرك سألك الشغل ده هيخلص امتى؟ يا ترى ترد عليه وتقول له ايه؟ I'll finish soon. I will finish soon. لما تكون عايز تقول لحد ما تشغلش بالك هكلمك تاني تقولها ازاي؟ Okay, no worries. I'll talk to you later. No worries. I'll talk to you later. تخيل نفسك في مكان ومحتاج حد يصورك. يا ترى تقولها ازاي بالانجلش؟ Hey, could you take a picture of me please? Could you take a picture of me please? Okay, thank you. لما حد يسألك عن حالة الجو ترد تقول له ايه؟ It's warm today. It is warm today. It's hot today. It is hot today. It's cold today. It is cold today. لما تلاقي حد خسران أو محققش حاجة في نفسه تقول له إيه؟ It's okay. Just try again. Just try again. لما تحس إنك مجروح أو مكسور إزاي تعبر عن ده بالإنجلش؟ I am completely heartbroken. I am completely heartbroken. لما تكون قاعد مع حد وبيسألك أسئلة كتيرة وسخيفة إزاي تقول له يبطل ده؟ Who this? Who are you talking to? Who this? Don't ask silly questions again. Do not ask silly questions again. إزاي تقول لحد إنك غلطت غلطة كبيرة جدا؟ Oh God, I've made a terrible mistake. I have made a terrible mistake. وبكده نكون خلصنا ال10 مواقف الحياتية في الفيديو ده. دلوقتي لازم نتمرن عليهم ونعود لساننا إنه ينطق جمل كاملة بشكل سليم. That is Arij Ahmed. See you next video with more sentences. Concept. اتعلم إنجليزي صح.